لو محتارة في غدا النهاردة وعايزة تعملي وجبة سريعة وتكون متكاملة وما تاخدش معاكي وقت، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده النهاردة. هنعمل النهاردة صدور الفيليه المشوية بتتبيلة تحفة جدا، وكمان هنقدمها مع رز اصفر بالخضار. طريقته سهلة وبسيطة، وهنكون عملنا وجبة متكاملة في اقل وقت وطعم تحفة جدا، وهتطلع الفراخ دايبة مستوية بتتبيلة خرافة. كملوا معايا الفيديو عشان نعرف الوصفة مع بعض. هحتاج النهاردة في وصفتنا الصدور الفراخ المخلية، بنغسلها كويس جدا وننشفها، والصدور يكون كده حجمها متوسط. هناخد الصدور بتاعتنا بعد ما ننشفها، وبيكون فيها كده قطعة صغيرة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي الفليتو، بقطعها وبسيبها على جنب وهقول لكم هنعمل فيها ايه. نيجي بقى الصدور بتاعتنا لو حجمها متوسط بنقسمها على 2 بحيث القطعة تكون سمكها متوسط مش رفيع قوي. لو كبيرة شوية ممكن نقسمها على 3 قطع. وهناخد قطع الفيليه نقطعها مكعبات صغيرة بالطريقة دي وهنركنها على الجنب واقول لكم هنستخدمها في ايه. وكده الصدور الفيليه بتاعتنا بقت جاهزة عندنا وبقت بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نجهز لها تتبيلة حلوة جدا وتنفع لأي قطعية فراخ. هحتاج عندي عصير ليمونة كبيرة، معلقتين كبار من الزيت، وعندي بقى التوابل دي معلقة من التوم البودر والبصل البودر وملح وفلفل وبابريكا مدخنة وبهارات شوي وحبهان بودر، وعندي زعتر. هنخلط التوابل دي كلها مع بعض. هنحط كمية التوابل في الخلطة وهنسيب معلقة كبيرة على جنب وهقول لكم هنستخدمها فين. هضيف لها عندي كمان حوالي كده معلقة كبيرة من دبس الرمان، بتفرق جدا في طعم التتبيلة وبتديها لون تحفة جدا. كده التتبيلة عندنا جاهزة سهلة وبسيطة، هنخلطها كلها مع بعض. بصولي بقى على لون وقوام التتبيلة، بجد خرافة، تقدروا تستخدموها في اي قطعية فراخ انتوا حابينها. هناخد قطع الفيليه بتاعتنا ولازم تكون متنشفة كويس جدا، وهنتبلها من كل جهة وهنسيبها في التتبيلة دي مدة مش اقل من ساعة لساعتين. واي فراخ مخلية ما بتاخدش وقت كتير في التتبيلة. هنركنها على جنب وبعد كده هنشوف مع بعض. هنجهز عندنا الرز البسمتي بالخضار. هجهز عندي حلة هنسخنها كويس، هضيف عليها زيت وزبدة، وكمان هضيف عندي مكعبات الفيليه اللي انا قطعتها كده صغيرة، تاخد كده صدمة، واول ما تغير لونها نديها تقليبة ونضيف عندنا التوابل دي. معلقة البهارات الكبيرة اللي اخدتها على جنب، وعليها معلقة كبيرة من بهارات الكبسة ومعلقة من الكركم وعود قرفة خشب وليمون مجفف واربع حبات من القرنفل. نديها تشويحة سريعة لحد لما التوابل بتاعتنا تبدأ ريحتها تطلع. هضيف عندي بصلاية كبيرة مبشورة، تاخد برضو كده تتبيلة بسيطة وريحة البصل تطلع معايا. هضيف عندي كوباية من الجزر وكوباية من البسلة. نقلب الخضار لحد لما يبدأ يتشوح معانا، وبعد كده هضيف عندي 4 كوبايات من المية، لان انا هستخدم كوبايتين من الرز البسمتي. هنسيبها تغلي لحد لما الخضار يبدأ يدخل في التسوية، وكمان قطع الفراخ هتاخد حوالي 5 دقايق. هنضيف عندي كوبايتين من الرز البسمتي وهنسيبها على نار عالية لحد لما تبدأ تتشرب بالشكل ده، وبعد كده بنهدي عليها وبنغطيها ونسيبها لمدة 20 دقيقة أو 15 دقيقة بالكتير لحد لما بتستوي وبتطلع معانا مستوية ومفلفلة وكل حباية لوحدها. تعالوا بقى نشوف تسوية البانيه مع بعض. بجهز عندي طاسة او صينية تكون ما بتلزقش، معلقة زيت ومكعب زبدة، وننزل بقطع الفراخ المخلية بتاعتنا على درجة حرارة عالية في الاول لحد لما بتاخد صدمة وتقفل كده وتدينا لون بسيط. نقلبها الناحية التانية وبعد كده نبدأ نهدي النار للمتوسط لحد لما بتكمل تسويتها. مدة التسوية ما بتاخدش بالظبط 10 دقايق على الناحيتين، كل جهة بتاخد 5 دقايق. بعد كده بنخرجها على طبق بالطريقة دي وبتبقى شكلها وريحتها ولونها تحفة جدا، ولغاية ما نخلص باقي الكمية اللي باقية عندنا، وبتدينا النتيجة دي في الاخر. هنقدم بقى الرز البسمتي بالخضار، طالع ريحته تحفة جدا وطعمه في منتهى الجمال، ونقدم معاها الصدور المشوية، وتقدروا تزينوها بشوية فلفل او خضار او بقدونس زي ما انت حابين. وكده بنكون عملنا وجبة غدا متكاملة وسريعة فيها كل المكونات الغذائية بتاعتنا، البروتين والنشويات والخضار، ما اخدتش تجهيزها كله نص ساعة. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.